انتوا عارفين ايه ده؟ ده ممكن يكون ارخص وافضل مرطب طبيعي للشعر والبشره ممكن تستخدمه في حياتك، ومش هيكلفك اكتر من 5 جنيه. ده جل بذور الكتان. واللي مش عارف ايه هي بذور الكتان، ده اللي بيتعمل منه الزيت الحار اللي بيتحط على الفول. طب ايه فايده بذور الكتان؟ فيها فيتامين اي واوميجا 3 ومضادات اكسده، كميه فوائد للشعر والبشره انت مش متخيلها باقل من 5 جنيه. فتعالوا نشوف بيتعمل ازاي وازاي نقدر نستخدمه للبشره. فاول حاجه هنصلي على النبي، وفي اي حله عندنا على النار هننزل بكوبايتين ونص من الميه، وهنحتاج ربع كوبايه من بذور الكتان. هنفضل نقلب كل حاجه مع بعض لمده 10 دقائق ربع ساعه على نار هاديه لحد ما القوام يبدا يتقل معانا. واول ما القوام يبدا يتقل معانا هنقوم قافلين عليها النار ومصفينها كويس وحاطينها في اي ديسبنسر عندنا، ونحطها في الثلاجه عشان نقدر نستخدمها في اي وقت. فتعالوا نشوف ايه الفرق، نقدر نستخدمها ازاي للشعر ونقدر نستخدمها للبشره. بس كده. ولو انت عايز تستخدمه على شعرك كماسك، ممكن تحط معاه زيوت زي زيت الزيتون او زيت جوز الهند او زيت الروزماري، وتسيبه لمده ساعتين وتغطيه بكيس وبعدين تغسله. ولو انت عايز تستخدمه لبشرتك، ممكن تحط طبقه كماسك على الوش وتستناه لحد ما ينشف، بعدين تحط طبقه تانية وتستناه لحد ما تنشف، بعدين تحط طبقه ثالثه. وبص على النضاره اللي هتلاقيها في وشك واللمعان اللي هتلاقيه في شعرك بعد ما تستخدم جل بذور الكتان. انتوا عايزين خلطات تانية طبيعيه ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبس كده.